طيب يعني صديقتِك أو اللي خانتِك أو اللي ممكن نقول إنها يعني أذتِك اللي لسه أذِت بنتكلم عنها، نفسها. أذت نفسها. أنا ما بانأذي، أي آه. بني آدم عنده أخلاقيات ويعني إيه مفاتيح الخُلُق، إمم. ويعني إيه متربي بجد، ما بيتأذيش. إمم. تعرفي أقول لِك على حاجة، أنا مرّة لقيت حد كده بيقول لي فلانة بتسلِّم عليكِ، فلانة دي معروفة بسوء السُمعة، قُلت له: إمم. "لا تقول كده قدّام الناس، ترى هذا يضرني." ياه! آه طبعًا، إمم. إمم. لأنه لو شكر فيكِ أحد إمم. بعد ما اتكشّف للناس أخلاقياته وسلوكه إمم. وفجره في الخصام، يبقى معنى كده إن هو بيسيء ليكِ إمم. لمّا يشكر فيكِ، صحيح. فهو كل ما بيسيء ليكِ ده في مصلحتِك. بس دي كانت فنانة، والمفروض إنها صديقة كمان للفنان خالد يوسف، يعني صداقة عائلية زي ما أعتقد إنه بيقولوا. في مشكلة بين المُخرِج والممثل في بعض الناس، آه. لأنه الممثل يؤتمر، صحيح. المُخرِج قرار. إمم. يعني يقول لِك المُخرِج عايز كده، الزبون صحيح. دايمًا على حق، مش عارفة إيه، ما أدري إيه، إمم. ففي حاجات عشان كده في كتير من الممثلين طبعًا ده مش بشكل عرضي وأفقي، إمم. بس في كتير عند الممثلين لأنهم مساكين، هم إمم. يؤتمروا، إمم. أنتِ أُقفي كده، موتي، عيشي، عيّطي، ابكي، آمم، ما بتعرفيش تمثلي، عيدي، إذًا القرار هو مش قرارِك، أنتِ إمم. مش مهنة حُرة. إمم. إمم. هذه مش مهنة حرة ترى، صحيح، مضبوط. مهنة صعبة، من أصعب المهن، إمم. فكمان أعتقد إن المُخرِج بيحُط عليهم ضغوطات أتصوّر، أنا كل هذه قراءات في الشخصيات. يعني ممكن تكون هي كانت كارهاه من الأول إنه ضغط عليها في مرّة مثلًا في مرّة، أو إنها حاسة إنه درجة لأ، أنا أعلى بما إنه أنا مُخرِج؟ أتصوّر التربية، إمم. الأسرة، إمم. التكامل الأسري، السعادة اللي أنا فيها أنا وخالد وبنتي، إمم. الفرحة اللي موجودة في حياتنا، بنسافر مع بعض family، أولاد أخويا اللي على طول معانا، أهلي في السعودية إمم. على طول معانا، ما فيش حد، مش أمي على إمم. طول إحنا معاها. إمم. أتصوّر إن التكاملية في الحياة خلقت نوع على الوجه الآخر يا لطيف، يعني هناك زوج بينكر وبيشتم بيتطاول وبيتجاوز، وأنا ماني عارفة يعني ليه، ومش عايزة أعرف ليه، بس قد يكون ده سكِّن في القلب عشش الغراب.